الرضا بالقليل اللي بيجيلك بدون سعي منك لزيادة القليل ده مش هيوديك في النهاية لحاجة انت بتطمح ليها. في الغالب هتكون محلك سر. لو قلتلك هديلك كل يوم سمكة، ده طبعا حاجة حلوة جدا. ولو قلتلك كمان بعد شهر هتاخد كل يوم 10 سمكات، لكن هتتعلم معايا لمدة الشهر ده ازاي تصطاد السمك، هيكون ردك ايه؟ انت دلوقتي مخير انك تاخد سمكة كل يوم تاكل بيها انت واهل بيتك، وبين انك تتعلم ازاي تصطاد السمك لمدة شهر بدون اجر. هتختار ايه؟ انا عايز اتكلم عن ايه وايه علاقة ده بموضوع النهاردة. انا مش هتكلم عن الرضا ولا عن السعي خالص، انا هنا هكلمك عنك، ولكن بعد الفاصل. لايك وشير واشتراك. انا محمد ناصر وانت بتتفرج على برنامج قطرة من كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بننخدع احيانا، بننصدم في اوقات تانية ساعات. انك عارف كل حاجة ومريت بتجارب وقابلت ناس، وفجأة تحس انك لسه بدري عليك، وان كل اللي انت معتقد فيه ده مش صح قوي. ساعات تانية بنعتقد في ناس انهم علماء ومفكرين، او شخص عنده مهارة، او شخص تسمع عنه انه اخد الدكتوراه مثلا، فاول ما تقعد معاه تحس بشيء غلط، فتقعد تاني بعد فترة تعرف ان مفيش شيء من اللي انت كنت معتقد فيه ده صح. عارف ان ممكن الكلام اللي بقوله ليك دلوقتي ممكن يعمل لينك كده مع افكار بتجيلك دلوقتي، وبتربط بين الكلام ده واحداث حصلت ليك او مواقف انت مريت بيها. طيب تمام، انت عرفت الكلام ده وربطت فعلا. هدف الفيديو ده ايه اصلا؟ في الفيديو ده بعمل قاعدة لسلسلة الفيديوهات الجاية. عايز اقول كمان ان من خلال تجربتي في الحياة عرفت ان كل ما يكون جذور الشجرة ضعيفة، كل ما كان فرصة اقتلاعها من جذورها سهل، وكل يوم هو فرصة لاقتلاعها من جذورها او لتشعب جذورها في الارض. الفيديو ده مش هينفع تسمع حتة منه لانه عبارة عن باكج كده على بعض. من خلال تجربتي في الحياة عرفت ان اي شيء هتتعلمه مش هيكون بالسهولة. لو سمعت 1000 فيديو بيتكلموا عن المال وما تعرفش اصل الموضوع، هتكون شجرة جذورها ضعيفة سهلة الاقتلاع. لو عرفت وسمعت 100 مقولة أو 1000 مقولة عن الإنسان، مش هيمنعوا إنك تسمع نفسك وتعرفها الأول. وهنا لو طبقنا مقولة اعرف شيء واحد عن كل شيء، واعرف كل شيء عن شيء واحد، مش هنلاقي أفضل وأحسن وأغلى منك كونك نفسك. أكتر حد أنت لازم تحبه وتعرفه، وده لعلمك مش بالساهل، وبيرتقي لمرحلة الجهاد. أيوة الجهاد إن شاء الله. فأعظم الجهاد جهاد النفس. ما أنت لما تعرف نفسك هتعرف ساعتها نقاط قوتك ونقاط ضعفك، وهتنطلق وهتعرف تجاهد ايه بالظبط جواك. بيقولوا ان اخطر عدو هو العدو اللي انت ما تعرفش عنه حاجة، ما عندكش معلومات كافية عنه. وهنا بدل ما تكون نفسك هي احب واغلى شيء ليك، بتكون في بعض الاوقات عدوك واقرب عدو ليك. ومن خلال الفيديو ده بقولك انك لو كنت من عوام الناس، ده ما يمنعش انك تعرف انت مين. كل الحاجات اللي جواك دي شغالة ازاي، ايه اللي بيعمل لك اثارة، ازاي بتحفز نفسك او ازاي بتحفز اولادك لشيء معين ايجابي يخليك تتقدم وتتعلم. ليه بتتشد الناس وليه بتنفر من ناس تانية، وازاي بنخاف من شيء. ليه موسيقى معينة ممكن تخليك تبكي وانت بتسمعها، ليه ريحة برفان معينة ممكن تخليك حزين او تخليك سعيد. ليه بنبعد عن اشخاص بعينهم وبنقرب من ناس تانية؟ ليه؟ وكام ليه جواك محتاجة لكام اجابة. كان لازم اقدم الفيديو ده الاول قبل مجموعة من الفيديوهات اللي جاية. لما تتابع الفيديوهات اللي جاية اكيد هتنبسط، وان شاء الله هتلاقي اللي انت بتدور عليه. وفي الختام السلام، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جاية كتير. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.